كان نبي الله سليمان عليه السلام قد أكرمه الله بملك عظيم، وسخر له الرياح والطير والجن، ومنحه القدرة على فهم لغة الحيوانات. وذات يوم كان سليمان عليه السلام يسير بجيشه العظيم الذي يضم الإنس والجن والطير حتى اقترب من واد تسكنه النمل. رأت إحدى النملات جيش سليمان يقترب، فخافت أن يدهسهم الجنود دون أن يشعروا، فصرخت محذرة بقية النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع نبي الله سليمان صوتها وفهم كلامها، فابتسم من قولها متأثرا بحرصها على قومها وتواضعا لله الذي وهبه هذه النعمة، فشكر ربه وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. العبرة من القصة: الرحمة بالحيوانات والضعفاء، شكر الله على نعمه واستخدامها في الخير، أهمية التخطيط والحذر كما فعلت النملة لحماية قومها، تواضع سليمان رغم ملكه وسلطانه،